وهلا رح نستخدم نص كوب من كاتشب هيلو. طبعا كاتشب هيلو مصنوع من افخر انواع الطماطم ومصنوع من قصب السكر ومش من السكر الصناعي، بالاضافه انه خالي من الجلوتين. اوكي، بدنا نحط تقريبا نص كوب من الكاتشب، وهلا بنحط ربع كوب من الستيك صوص. وطبعا الستيك صوص من هيلو مصنوع من التمر والتمر هندي والتفاح، خالي من الجلوتين، وكمان مش بس بندخله بالخلطات اللحمه، ممكن نحطه بالوصفات الشرقيه وبالمشاوي. رح نضيفهم للخليط اللي عندنا. ورح نحركهم كلهم مع بعض. وهلأ بعد ما صار معنا الخليط بهذا القوام، بدي أحطه على جنب وأقلي هلأ البصل والمشروم والفلفل مع اللحمة. هلأ بدنا نضيف البصل مقطع لشرحات رفيعة. نستنى عليه يدبل شوي مع اللحمة. ورح نضيف وهلأ رح نضيف المشروم. وهلأ بنستنى دقيقتين على الخضار حتى تدبل، وبعدين بنضيف لها الصلصة اللي عملناها. وهلأ بنقدر نضيف الصلصة اللي عملناها على اللحمة. وهلا بنستنى دقيقتين حتى تتسبك الصلصه مع الستيك، وبتصير صارت جاهزه انه نحطها بالساندويتشز. وهلا رح ناخذ المايونيز الجولد من هيلو. طبعا هو مصنوع من زيت دوار الشمس. ثاني شيء انه هو يصلح لرجيم الكيتو وخالي من الجلوتين. فرح اخذ تقريبا ما يقارب معلقه ادهن فيها كل خبزه قبل ما نحط خليط الستيك. بندخلهم على فرن حرارته 180 درجة لمدة 3 ل 4 دقائق. وهيك بعد ما ساحت الجبنة وتحمرت الخبزة شوي صاروا جاهزين معانا للتقديم. رح نحطهم